عارفين المثل اللي بيقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني هو حلو حلو وجميل ويمشي. وطبعا برضو ان العلم نور، وان طبعا ان الانسان اللي بيعلمك حاجة وبيفهمك حاجة ده فعلا انت بتفرح جدا جدا من جواك ان انت اكتسبت معلومة جديدة. وعلى فكرة اكتساب المعلومات دايما بيعلي الروح المعنوية للإنسان. يعني انت تخيل انت دلوقتي عرفت مثلا معلومة جديدة عن اي حاجة، بص بتلاقي نفسك فرحان وسعيد ومبسوط جدا. عشان كده دايما يقولك ايه، من علمني حرفا صرت له عبدا. النهاردة يا جماعة عايز اكلمكم في نقطة تانية برضو. النقطة التانية دي اللي هي ايه؟ اللي هي لما بتشوف انسان تايه، انسان مثلا الدنيا صعبة معاه، انسان الدنيا جاية عليه قوي، انسان ظروفه متبهدلة وحياته مش مستقرة ومش عارف يعمل حاجة الدنيا معصلجة قوي معاه يعني، وانت الحمد لله ربنا كرمك وفي ايدك ان انت ممكن تشوف له فرصة حلوة تساعده وتقف معاه وكلام من ده كله. إيه عارفين لما بتقف معاه وبتساعده وبتاخد بايده يعني وبتشجعه وتحفزه وتنشطه كده وتقول له خش وكمل وما تقلقش وانا معاك وفي ظهرك وما تقلقش من اي حاجه وكلام من ده كله، وتاخد بايده وتدخله في مكان كويس وحاجات زي كده. يعتبر الانسان دوت بيحس ايه. شفتوا الايه الكريمه اللي هي ربنا بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. ف يا رب اكون قلتها صح. إيه طبعا الانسان ده والله من جواه بيحس فعلا بالاحساس ده، ان هو ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. انت كده انت بتحييله نفسه. يعني انت الراجل ده كان تحت خالص، كان 0%، مفيش حماس، مفيش امل، مفيش هدف، مفيش روح، مفيش اي حاجة في اي حاجة. انت بدأت تاخد بايده تشده تقول له قوم ما تقلقش انا معاك، مش هسيبك، هقف معاك وهساعدك وهدعمك، واي حاجة تقف معاك انا معاك ما تقلقش. الانسان ده ما تتخيلش انت بترد فيه الروح من جديد. يعني ربنا بيقول لك ومن احياها كانما احيا الناس جميعا، انت بتحيي النفس دي من جديد. فطبعا دي كلها من صور الخير ومن صور المعروف اللي نقدر ان احنا نساعد بيها كلنا بعض ونشد بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وانما المؤمنون اخوه. اللي يقدر يساعد حد يا جماعه يا ريت ما يتاخرش. واتمنى تكون فيديوهاتي تعجبكم وتتفاعلوا معايا على القناه وتنوروني باللايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي. السلام عليكم. سلام.